المحافظ، بما اننا بنتكلم على محافظ اسكندريه، لما انت تبقى مصر على استفزاز الناس بموضوع زوجتك مره واثنين وثلاثه وعشرة، تو ماتش يعني خلاص اتعملت مره والناس قالت لك وما ينفعش خلاص. لكن انه يعني يتم مشاهده وتصوير زوجة محافظ الاسكندريه معه في اكثر من لقاء، يعني ظهرت مع الدكتوره ليلى اسكندر وزيره البيئه، او اتفرجوا يعني المفروض يشيل القمامه الاول ولا يشيل الحديد الاول؟ يعني نحافظ على صحتنا الاول وبعدين نبني عضلاتنا، ولا نبني عضلاتنا واحنا عندنا فيروس سي؟ يعني انا مش فاهمه البيضه ولا الفرخه، بس يعني ايه على قد البلد كلها ما فيهاش اولويات. المحافظ قعد مع وزيره البيئه ليلى اسكندر، فزوجته كانت موجوده، فطلعت تصريحات تاني يوم قال لك والله ده هي حضرت اللقاء وكانت قاعده جنب الوزير بتدون ملاحظات نتيجه خبراتها في مسائل البيئه. قلنا خلاص، والاعلام شد عليه والناس قالت لك ما يصحش، وعندك 100,000 مستشار تاني ممكن تستعين بيهم في مسائل بيئه، مش زوجتك، وهي ملهاش حيثيه وما ينفعش تحضر اجتماعات عامه بكل المقاييس. وقلنا خلاص الموضوع عدى. لكن انه كمان يتم مشاهده زوجه الرئيس، عفوا الرئيس يعني بقول المحافظ، وهي بتفتتح معرفش حاجه ليها علاقه ب مركز الاسكندريه الاقليمي لصحه المراه والطفل بميدان القائد ابراهيم، واللي هو كان بيحمل اسم سوزان مبارك من قبل. طيب ايه ليها علاقه بالبيئه؟ لانها بتفهم في البيئه فانت قعدتها معاك. طب بتفهم كمان في صحه المراه والانجاب والطفل والامومه كمان، يعني هي خبيره كمان في هذا المجال. يبقى اذا المساله مش كانت لانها خبيره في البيئه، لان هي مصره تحضر مع حضرتك كل الاجتماعات، انت مصره على استفزاز الناس بهذا الشكل. اذا كانت هي قامه كبيره وبتفهم في كل شيء، تقول هي محافظ خلاص، يبقى القياده السياسيه عارفين ان زوجة المحافظ هي اللي هتبقى المحافظ، والراجل يروح. ننحي بقى النيابه بتاعت المحافظ ما شفناهاش معاه ولا مره، الدكتوره سعاد الخولي انا ما اعرفش هي استلمت اصلا ولا لا، وزوجة المحافظ تمسك هي بدل النائب. الفيسبوك النهارده اطلق عليها سيده الاسكندريه الاولى من كتر ما شايفينها معاه في كل حته. اذا كانت الست غيرانه على جوزها ده مسائل شخصيه، اعتقد انها تناقش بقى في البيت. واظن انه على وزير الاداره محله وعلى رئيس الوزراء انهم يلفتوا انتباه على المحافظ ان هذا يستفز مشاعر الاسكندريه، وانه لا شكلا ولا مضمونا ولا قانونا ولا تشريعا ولا اي شيء يقبل هذا الامر او يبقى حتى مقبول فكريا، ولا كل محافظ هيمشي بمراته. هنا دي مستشفى بتحضر كمان او بتفتتح معاه في المستشفى، لا غيرنا عليه